أليو ديانج اللي أثناء الاحتفالات عمل حركة، اللي هو عمل كده يعني يا رب ما يكون اللي في بالي صح، يا رب ما يكون اللي في بالي صح، لإن هازعل أوي وكل جمهور النادي الأهلي هيزعل أوي لو بالفعل أليو ديانج خلاص يعني اللي هو هيرحل عن النادي الأهلي، ولكن الاحتفال بيقول إن هو هيرحل عن النادي الأهلي. حتى إبراهيم فايق أو أستاذ إبراهيم فايق يعني قال في البرنامج بتاعه إن احتمال كبير أليو ديانج يمشي على النادي الأهلي، ولو إني باشوف إن دي هتبقى من أخطاء مجلس الإدارة لو فرّطوا في واحد زي أليو ديانج. أليو ديانج بعد التطوّر الملحوظ اللي إحنا بدأنا نشوف عليه أليو ديانج اللي أنت شايف إن هو لسه عنده كتير جدًا خصوصًا بقى في الحتّة الهجومية، يعني إحنا خلاص شُفنا أليو ديانج في الحتّة الدفاعية واللي هو ارتكاز ومسمار في نُص الملعب والدبابة المالية والكلام ده كلّه. لأ، أليو ديانج أنا شايف إن هو عنده كتير لسه يقدّمه مع النادي الأهلي في وجود يسترُب مع التطوّر الهجومي أو بالنسبة الحتّة الهجومية عند أليو ديانج. شايف إن الراجل ده لسه قدّامه كتير أوي ممكن